دي أفضل هدية ممكن تجيبها لنفسك أو لحد عزيز عليك في 2026، وهي مجموعة أهم 5000 جملة في اللغة الإنجليزية. وده مش عشان الكتاب الرئيسي اللي في المجموعة اللي فيه أكتر من 250 موضوع في اللغة الإنجليزية اللي هيخليك تتكلم إنجليزي في 3 شهور بس، لأنه بيعلمك الإنجليزي زي ما اتعلمت عربي. بيعتمد على نظام التشانكس أي الجمل الجاهزة. يعني أنت عاوز تتكلم في مجال المطاعم، في هنا جمل جاهزة في مجال المطاعم هتحفظها وتقولها زي ما هي من غير ما تشغل بالك في إنك تتعلم جرامر تكون جملة. انت بتحفظ الجمله زي ما حفظتها في العربي هتحفظها في الانجليزي. ومش بس مجال المطاعم، لا، السفر والبيزنس والشغل واي مجال او موضوع يخطر في بالك هتلاقي الكتاب ذاكره. ده انت لو عاوز تتخانق بالانجليزي هتلاقي جوه جمل ازاي تتخانق بالانجليزي. شفت الكلام ده كله بعد ما سمعته؟ مش ده المبهر في مجموعة أهم 5000 جملة؟ ال10 كتيبات الهدية اللي بيجوا مع المجموعة هم دول فعلا المبهرين اللي يستحقوا إن أنت تشتري المجموعة، وبيخليها تتميز عن أي طريقة تانية أو أي مجموعة تانية أو أي كتاب تاني هتتعلم من خلاله اللغة الإنجليزية. الكتب دي يا جماعة عصارة مجهود وتلخيص لكتيبات كبيرة جدا هتخليك شخص ناجح وتغير تفكيرك في إنك لما تيجي تتعلم مهارة، مش بس مهارة اللغة الإنجليزية، أي مهارة تانية هتقدر تتعلمها من خلال الطريقة والمعلومات اللي موجودة في الكتيبات دي. وخلينا اضرب لك مثال واعرفك بعض الكتيبات المهمة جدا اللي هتعجبك قوي لما تشتري المجموعة. كتاب 51 قانون لا يقبل الجدل في التفاوض. الكتاب ده هيعرفك ازاي تتفاوض، وعلى فكرة مهارة التفاوض دي مهارة مهمة جدا كلنا في احتياج ليها. ازاي تتفاوض لو انت شخص فريلانس مع العميل بتاعك، ازاي تتفاوض على وظيفتك، ازاي تتفاوض مع المدير بتاعك، ازاي تتفاوض في مواقف حياتك اليومية. كل ده هتلاقيه في الكتاب ده. حاجة تانية من مشاكل العصر الموجودة في الزمن ده، التشتت والتسويف والنسيان. كل الحاجات دي هتلاقي كتيبات بتشرح لك ازاي تتغلب على المشاكل دي. عاوز اقول لك على حاجة تانية، العادات، ازاي تكتسب عادة جديدة، عادة مفيدة وتستبدلها بعادة سيئة. مش بس انجليزي، عاوز اتعلم برمجه، عاوز اتعلم مونتاج، عاوز اتعلم تصوير، عاوز اتعلم عاده جديده والتزم بيها رغم المشتتات الكتيره قوي في عالمنا. وريلز ريلز ريلز ريلز، وكل دقيقه مش قادر اسيب الموبايل، خلاص احنا ادمنا الموبايلات. ان شاء الله الكتيبات دي فعلا هتساعدك ان انت تتغلب على العادات السيئه دي وتكتسب عادات جديده. فوالله ما كلام، انا يعني بحلف والله لان ده مش اعلان مدفوع، ده ريفيو حقيقي لمجموعه انا انبهرت بيها. انت هتنجذب وتكون سعيد جدا بالكتيبات دي اكتر من كتاب الانجليزي نفسه، لان هي هتكون مدخل ليك عشان تكتسب عادات كتير ومهارات جديده، اولهم مهاره اللغه الانجليزيه. وبس كده، لو عاوز تبدا 26 بخطوه ايجابيه فعلا هتاثر على حياتك بالايجاب، انصحك بمجموعه اهم 5000 جمله لتعلم اللغه الانجليزيه، اللي مش بس هتعلمك اللغه الانجليزيه، لا، هتعلمك حاجات تانية كتير.